الفريك هو عبارة عن حبوب القمح قبل تجفيفها وطحنها وتحويلها إلى دقيق. فوائد الفريك لا تعد ولا تحصى. أولا بتعزز عملية الهضم، بتسيطر على الوزن، فيها تعزيز لصحة العيون، علاج التهابات الجهاز الهضمي، بناء العضلات، وزيادة القدرة على التحمل، السيطرة على مستويات السكر في الدم. وبيحتوي الفريكة على ضعف الألياف الموجودة في الكينوا. طبعا فوائدها كتيرة، صحية ونفسية وجسمانية، بتساعد على التخسيس، وطبعا طعمه حلو جدا، وطبعا مفيد للرجيم، وطعمه حلو جدا، وبنعمل منه أصناف كتير. القمح فوائده لا تعد ولا تحصى. الفريك هو القمح أخضر لسه ما تلمش من على الشجر، يعني هو أخضر بياخدوه ويشيلوه من على الشجر أو من على الزرع بتاعه، يحصدوه وبعدين يحولوه لفريك بطريقة تنشيف، بينشفوه كويس جدا وبعد كده بيشيلوه من البذرة بتاعته، من القشرة بتاعته. طبعا بنعمله زي ما انتم شايفين في حمام محشي، طاجن، فراخ محشية فريك كده من غير اي حاجة. في كل الاحوال الفريك طعمه حلو، يعني احنا بلاد دايما بنعمله، طعمه جميل مفيش زيه، ليه فوائد كتير، فوائد صحية ونفسية وجسمانية، بيساعد على التخسيس، بيعزز الهضم، اللي عنده مشاكل في الهضم ياكل الفريك هيخف على طول. لو انت عايزة تخسي حطي في نظامك الرجيم الفريك، بيعزز صحة العيون، اللي عينه وجعاه ياكل فريك كتير هيخف، بيساعد على التهابات، بيعالج التهابات الجهاز الهضمي، بيساعد على بناء العضلات وقوة التحمل، بيساعد على ان اللي عنده السكر بينظم مستويات السكر في الدم، اللي سكره بيعلى بسرعة وينزل ياكل فريك بكل اشكاله. زي ما انتم شايفين كذا طريقة للفريك. احسن حاجة ممكن تعمليها ان انت تاكلي الفريك بجميع انواعه. فريك. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.